احسن راس حربة في العالم. يعني احنا ممكن نقدر نجيب بالفلوس اللي هتدفع دي في جاكسون موليكا، نجيب افضل لعيبة موجودة في السوق، في اذا كان بقى في امريكا، اذا كان في اوروبا، في اي فرقة في العالم هتلاقي لاعب قوي جدا ب 4 مليون يورو. ده رقم كبير يا جماعة، 4 مليون يورو رقم كبير يجيب لك افضل المهاجمين المتواجدين حتى لو متوسطين في المستوى، وهيكونوا اقوى من جاكسون موليكا. انت مش عارف ليه مصمم على جاكسون موليكا بالتحديد؟ في 2019 رفضك بفضل الاحتراف، في 2020 رفضك برضه وراح اعاره لفرقه في تركيا في منتصف الجدول، ومكمل في تركيا ومش عايز يجي النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي يمسك فيه، مش عارف ليه النادي الاهلي عايز يجيب جاكسون موليكا بالتحديد، مع ان بفلوس تقدر تجيب لعيبه كتيره جدا جدا. وده رايي في الصفقه، وانا اتوقع يعني بعد بيع اليو ديانج لبشكتاش وقدوم جاكسون موليكا، لو تم يعني الصفقه، لو تمت الصفقه يعني جاكسون موليكا لن يؤدي باي شيء مع النادي الاهلي.